احنا الاهلي يا ابني دايسين على فرق اسيا بالكامل، لا تقول لي العين ولا الهلال ولا حتى الاتحاد ولا حتى الدحيل. تيجي قصاد الاهلي تسقط انت وتاريخك. لاعبي النادي الاهلي بتيجي في كاس العالم وبتتحول لتنانين، بتطلع نار من بقها هتحرق اي حد يجي قدامها. تزعلك الدنيا يا ابني ويفرحك النادي الاهلي، هو الفرحه الوحيده في مصر. فين بقى الزملكاويه اللي كانوا بيتمنوا ان العين يكسب؟ معلش هنقومكم مغمومين النهارده. وفين جماهير العين؟ مش شايفهم جماهير العين اللي كان بيقولوا ان احنا رايحين القاهره علشان نتمرن. ايه رايك بقى في التمرين والعلقه اللي خدتها هنا في القاهره؟ تعلموها بقى، اوعى تستفز النادي الاهلي وجماهيره علشان هتاخد على دماغك. وزي ما كتبت جماهير النادي الاهلي في الدخله: عيوننا لا ترى الا الالقاب. هو ده النادي الاهلي زعيم اسيا وافريقيا، هو ده النادي الاهلي اللي معلم على اسيا ومعلم على افريقيا. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي اعرف انت هتتكلم على مين واعرف حجمك. شكرا للاعيبه النادي الاهلي بالكامل، من اول الشناوي لحد وسام ابو علي لحد التغييرات اللي نزلت في الشوط الثاني. هو ده النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، هو ده بطل افريقيا وكمان بطل اسيا، وان شاء الله يعمل حاجه في المباراه اللي جايه. بس كده، يلا سلام.